عمرك لاحظت ان فتيس عربيتك بدا يبقى خشن؟ النقلات مش ناعمه زي الاول، او في صوت غريب بيطلع وانت سايق؟ حلو. كل ده غالبا بيبقى بسبب الترسبات اللي بتتجمع جوه الفتيس مع الوقت. الترسبات دي بتيجي من نسيان ميعاد تغيير سائل الفتيس، او عدم تغييره لفتره طويله، او درجات الحراره العاليه، واغلب الوقت بسبب الزيوت اللي ما بتكونش بالجوده المطلوبه. والنتيجه اداء اقل للفتيس ولعربيتك، وفتيس ممكن يتعرض للتلف في وقت اسرع. لكن ما تقلقش، جبنا لك الحل. المنتج الالماني بيشتغل كمعالج لفتيس عربيتك، بيعمل طبقه حمايه، بيقلل الاحتكاك والتاكل الداخلي للاجزاء الداخليه للفتيس، وبيحمي اجزائه الداخليه كانها جديده. تعالوا نشوف نستخدمه ازاي. استخدامه بسيط جدا، بنضيف الزيت الجديد بعده بنضيف ريزولا 20 اي تي عشان يحسن الاداء، يعمل طبقه تمنع تكون الرش والترسبات، فتقلل احتكاك وتاكل. فلو عايز يعني حافظ على فتيس عربيتك النهارده مع ريزولا 20 اي تي. لو جربته قول لنا رايك في التعليقات.